الراجل كان دايما بيعرف يشوط الإزازة في الزبالة بالظبط. ملك الكورة شافه وفكر إن عنده موهبة، لكن أبوه العامل جري وضربه وقال له مكانك تلم الزبالة. بعدها كورة كأس العالم وصلت عنده، ما قدرش يمسك نفسه وشاطها، عملت قوس جميل ودخلت الجون. فالجمهور ما كانش مصدق وملك الكورة انبهر. المساعد لاحظ شبهه الكبير بملك الكورة وهو صغير، فالأب ما كانش مصدق وخده ومشي. وملك الكورة ما كانش يعرف إنه ابنه من 18 سنة. الأب بدل ابنه مع ابن ملك الكورة علشان يعيش حياة أغنى، لكن ابن ملك الكورة ما كانش عنده موهبة. لما الراجل رجع البيت الأب اتعصب ورفع الحزام، لكن أخته حمته. الأب هدده ما يلمسش الكورة تاني. أخته صرفت كل فلوسها وجابت له كورة قديمة برقع، وهو حلف إنه يخليها تعيش حياة أحسن، وبدأ يتمرن بيها لحد ما بقى إصاباته كلها دقيقة. في الملعب ابن ملك الكورة شاط الكورة وخبطت في أخته. الراجل ساعدها وطلب اعتذار، لكنه رفض وقال له يركع ويرجع الكورة. الراجل شاطها ودخلت الجون. الجمهور طالب ينزل يلعب. أول ما نزل عدى الدفاع بحركة مميزة وشاط الكورة بنفس حركة ملك الكورة الشهيرة. المساعد سجل الفيديو وبعته لملك الكورة، اللي بدأ يشك إنه ابنه وأمر يروحوا فوراً على الملعب.